قطوف من حدائق الإيمان كفاة العرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقطفك من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. اعلموا إخوة الإيمان أن الله جل ذكره ذكر النفس في أكثر من موضع من كتابه بمعاني كثيرة، كلها تدل على الحذر من النفس. أخبرنا المولى الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه من اللذة، وقد علمت أنها قد نهيت عنه. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن